أسعد اليوم في دولة جنوب السودان مع ضيوفك رئيس دولة يوغندا رئيس مسافني ورئيس جمهورية السودان رئيس الإيجاد الفريق عبد الفتاح بروان رئيس مجلس السيادة سيد الفريق أول مساعد لرئيس المصر العربية ووفد المصر العربية سيد الوزير الدفاع وسادات النائب الأول رئيس الجمهورية ونواب رئيس البرلمان مجلسين رؤساء الوفود زملائنا في إيجاد إسماعيل واي ولجنة جيمك والسفراء والدبلوماسيين في دولة جنوب السودان. اليوم نحن واقفين أمامكم نفذنا ماذا أمرنا سيد الرئيس لأنه لازم ينفذ بنود اتفاقية السلام ويدرب القوات المندمجة. واليوم خرجنا الدفعة الأولى في عاصمة دولة جنوب السودان جوبا، لكن يستمر التدريج في ولايات في على النيل في بارغزال في ولاية الوحدة في كل مواطن التدريب ومعسكرات. الرئيس نحن جبنا سيمفول للتدريج في هذا المكان الذين وجود أمامك رمضان من وحدات في معسكر التدريب عشان يقدر قدامك مع ضيوفك وتأكد العالم أجمع لأنه خلاص نفذنا بنود اتفاقية السلام مع شركاء مع أخوانك في تنفيذ اتفاقية السلام وشاركت ونفذت. وآخر حاجة الترتيب الأمنية، لكن اليوم والملف ده خلاص انتهى. نحن ده الدفعة الأولى، الدفعة الثانية فيز 2 طوال كل المعسكرات بعد تسليم الوحدات العسكرية لوحداته، وبعدك نشتغل في أقوانا في كل جان اللجنة العليا لتنفيذ اتفاقية واللجنة العسكرية العليا لوقف الأغنار كل اللجان العسكرية وكل معلمين في معسكر التدريب والكل قادة وحدات. نقول لهم مبروك رفعتنا السودان. نحن إن شاء الله ناكل سي رئيس، نحن معطيين مع تأمر وتورينا نحن على تنفيذ توجيهاتك وتوجيه رئاسة. نحن اليوم واقفين أمامنا ناكلك لحنو نحن عشان ناكلك لحنو الدفعة ده وحدات الذين للتدريج بعد ما يتم توزيع بعد يومين ويكون في تدريج. الكلام ما عندنا كلامك اليوم والمكان مكانتك مرواسة. نحن جايين نقول لك نرفع لك تمام، نقول لك نحن جايزين لكل ما تم وكل ما درمناه وكل ما في معسكرات. نشكرك سيد الرئيس وشكرا جزيلا.